فضيلة الشيخ، مما لا يخفى أن الله جعل رمضان شهرا للصيام والقيام، فكيف يستطيع المؤمن أن يستغل أيام هذا الشهر المبارك في طاعة الله وأن يستشعر فضله؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنها نعمة من الله عظيمة ومنة من الله جليلة كريمة إذا مد في عمر الإنسان وبلغه شهر الصيام والقيام. بلغه الله شهرا تفتح أبواب الرحمة في مقدمه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. فيا لها من نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان إذا مد في عمره وزاده رمضانا في أجله، فعندها يقف المؤمن في بداية شهره وهو يرجو رحمة الله ويرجو عفو الله سبحانه وتعالى. مضت عليه أيام عام وهو أحوج ما يكون إلى رحمة من الله سبحانه وتعالى، تغفر معها ذنوب مضت في أيام خلت وشهوات انقضت من رب كريم، من رب حليم رحيم. فيقف المؤمن على أبواب رمضان وكأنه يناجي ربه: يا رب مددت في عمري ومددت في أجلي، فكم من ميت تمنى يومي، فاللهم لك الحمد أن بلغتني هذا الشهر بفضلك ويسرت لي بلوغه بمنك وكرمك، فلا تجعلني شقيا ولا محروما. يقف المؤمن بالقلب المنكسر إلى ربه سبحانه وتعالى، يرجو رحمته ويرجو فضله ويرجو عفوه، وما يدريه فكم من رمضان دخل على شقي فخرج منه سعيدا، وكم من رمضان دخل على مذنب مسيء خطاء فخرج منه كيوم ولدته أمه، وكم من رمضان دخل على بعيد عن الله غريب عن طاعة سيده ومولاه فخرج وهو قريب من الله قد آوى إلى رحمة الله. فيا له من شهر، وأي شهر اختاره الله للرحمات واختاره الله للبركات والخيرات والرحمات، الله أعلم. كم من رحمة تنتظر المعذبين، الله أعلم. كم من مغفرة تنتظر المسيئين والمذنبين، الله أعلم. كم من رحمات وبركات وخيرات ستفتح لها أبواب السماوات على المؤمنين والمؤمنات. شهر وأي شهر. طوبى لمن عرف حقه وعرف قدره فوفى لله جل وعلا فوفى الله له. طوبى لمن دخل رمضان فأحس بأيامه وأحس بلياليه وأحس بساعاته بل بثوانيه. طوبى للسعيد الذي زاده رمضان من الله قربا وفي طاعة الله حبا. طوبى لمن أحبه الله فحبب إلى قلبه شهر الصيام والقيام. تهجد وتراويح، صلاة وذكر وتسبيح، أيام مباركات وساعات طيبات صالحات يعمرها المؤمن بالطاعات والمرضات. يدخل المؤمن إلى رمضان وقد هيأ نفسه لطاعة الله ومرضاة الله، وأعظم ما تهيأ به النفوس لطاعة الله ومرضاة الله الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أن تدخل رمضان وكلك إيمان بالله جل وعلا وأنت على نشوة من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وما جعل الله شهر رمضان وشهر الصيام والقيام إلا لكي يكون مدرسة للتقوى وسبيلا للمحبة من الله والرضا. ما جعل الله هذا الشهر إلا لذلك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون أي تنالون التقوى وينالها العبد، حتى إن أساس الصيام قائم على الإخلاص. فالعبد إذا صام وصامت جوارحه وصام لله جل وعلا على أتم ما يكون الصوم وأكمل، شعر بالإخلاص وأحس من قرارة قلبه أنه يعامل الله وحده لا شريك له. أوصي كل مؤمن أن يدخل رمضان وقد هيأ نفسه لرحمة الله. ومما يعين على تهيئة النفس لرحمة الله أن يتحلل الإنسان من المظالم
والتي منها ظلم الناس وأذية الناس. ومن أعظم ما يكون الظلم بحقوق الوالدين وقطيعة الرحم والعياذ بالله، وأكل أموال اليتامى والمظلومين والمحرومين، فيرد المظالم إلى أهلها، لأنه ربما حجب الإنسان عن رحمة الله بحقوق الوالدين، ولربما حجب عن رحمة الله بقطيعة رحم، ولربما حجب عن رحمة الله بشحناء بينه وبين أخيه المسلم. ولذلك يقول الله للملائكة: أنظرا هذين حتى يصطلحا. فيوصى المسلم ألا تكون بينه وبين مسلم شحناء، وأن يدخل رمضان وقد تحلل من المظالم وأبرأ إلى الله جل وعلا، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والخطايا، وسأل الله العفو، وسأل الله الصفح، وسأل الله أن يتجاوز عنه حتى يصيبه برحمته. فأسعد الناس برحمة الله في الأيام الفاضلات والطاعات المباركات من كان بعيدا عن الآثام والمعاصي. ولذلك استفتح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. لأن الخطيئة تحول بين الإنسان وبين رحمة الله جل وعلا، والخطيئة تحجب عن الإنسان الخشوع، والخطيئة تحرمه الخضوع، والخطيئة تمنعه الذلة، والسكينة تمنعه الذلة لله جل وعلا، وتحول بينه وبين كل خير وبركة. ولذلك كان يقول: وأعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فبعد أن يدخل بإيمان وإخلاص الله عز وجل يدخل بطهارة فيما بينه وبين الناس من التوبة الصادقة والتحلل من المظالم. فإذا علم أنه سب مسلما طلب منه السماح، وإذا علم أن هناك رحما بينه وبين قطيعة وصله بصلة الله جل وعلا التي يحب الله جل وعلا أن توصل بها الأرحام. كذلك أيضا مما يعين على الدخول بشهر رمضان للنفوس المتهيئة معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصوم، فيصوم صوما تاما كاملا، يصوم بطنه، يصوم عن شهوة البطن، يصوم عن شهوة البطن وشهوة الفرج، وأن تصوم جوارحه كما أمر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من أعظم ما يعين على استشعار رمضان أن تكون السنة بين عينيك، أن يكون الكتاب والسنة بين عينيك. في كل ساعة من ساعات الصيام تتذكر أن الله قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتسأل: هل هذه الساعة زادتك من تقوى الله عز وجل؟ في تسبيح، استغفار، ذكر لله عز وجل، إنابة إلى الله سبحانه وتعالى في أي شيء يحبه الله ويرضاه. كذلك أيضا تتذكر وأنت صائم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. لو شاء الصائم أن يتوارى عن الأنظار ويفطر لفعل ذلك، ولكنه يصوم لله وحده لا شريك له. الصيام مدرسة تربي الإنسان أن يعامل الله وحده لا شريك له. ينتقل من صوم البطن والفرج في هذه العبادة إلى صيام في المعاملة، فإذا تكلم لله، وإذا عمل لله، وترك النفاق والرياء ومدح الناس والتزلف للناس وطلب أهل الدنيا واتجه إلى الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. مدرسة يتعلم منها كيف يعامل الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. كذلك يتعلم منها الصبر والتحمل والتجمل، فهذه الأمة أمة الصبر. فإذا جاء يومه وأمر بالإمساك أمسك عن شهوة الطعام والشراب وهو حلال مباح له. أحل الله له زوجته فلا يطأها، أحل الله له طعامه وشرابه فلا يأكله، فما بالك بالزنا وبالمحرمات؟ فيتعلم من الانكفاف عن الحلال الانكفاف عن الحرام، ويبتعد عن الفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ينبغي أن يكون في أحسن الأحوال التي تعرضه لرحمة الله جل وعلا. فلربما مرت على الصائم لحظة يتقرب فيها بخصلة من خصال الخير تغفر له فيها ذنوب العمر كلها. فمن تصور أن الصدقة تحجب العبد عن نار الله جل وعلا حرص على الصدقة في هذا الشهر المبارك.
تصور كم من شمس غابت فغيبت معها ذنوب العمر، فكم من تمرة حجبت صاحبها عن النار. فطوبى ثم طوبى لأهل الإحسان الذين يفطرون الصائمين ويكففون دموع الأيتام والأرامل والمحتاجين ويواسون المصابين والمكلومين، فيبذلون ما يستطيعون من الخير ويشركون الناس لما أعطاهم الله من فضله، فيحسنون كما أحسن الله إليهم، فيتذكرون الجائعين والمحتاجين، فيدخلون السرور على أبناء المسلمين وبناتهم. فإذا فعل الإنسان ذلك فإنه قد تعرض لرحمة الله وعفوه. يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. امرأة تدخل على عائشة رضي الله عنها ومعها طفلتان، فتستطعم عائشة فتعطيها 3 تمرات، فتعطي كل صبية تمرة، ثم تأخذ التمرة الثالثة جائعة محتاجة، فأرادت أن تأكلها فاستطعمتها إحدى البنتين فأطعمتها التمرة. فعجبت عائشة رضي الله عنها من رحمتها ومن إحسانها، مع أن هذه فلدت كبدها. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبر هذه المرأة وخبر التمرة التي أعطتها المرأة، مع أن وجود العاطفة، عاطفة القراء والشفقة. قال فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعائشة: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. فما بالك إذا كانت هذه التمرة لولي من أولياء الله المؤمنين يفطر عليها في طاعة الله ومرضاة الله. مما أحب التنبيه عليه أن الناس يعتنون بتفطير الصائم، وهذا فضل عظيم، لكن ما بالك بمن يعين على الصوم نفسه، وهو السحور الذي يغفل عنه الكثير. تسحير الصائم وإطعام الصائم لكي يستعين على صيامه. هناك بيوت تحتاج إلى الطعام، بيوت الفقراء والضعفاء، منهم من يصدر ويجعل الطعام الذي يفطر به لسحوره من ضيق اليد والحاجة. فمثل هذا إذا أنك أعطيته من أجل أن يستعين على الطاعة نفسها، وفرق بين الفكاك من الطاعة وبين الدخول بالطاعة، فالتقوي على الطاعة وسيلة أعظم من الخروج من الطاعة. ولذلك يقول بعض العلماء إن حديث تفطير الصائم من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. فينتبه لهذا، ينتبه لمسألة السحور وإعانة البيوت المحتاجة في الأرزاق والطعام. كذلك أيضا مما ينبغي أن يوصى به في قيام رمضان الحرص على الإخلاص، فيوصى أئمة المساجد والخطباء أن يخرج كتاب الله من قلوبهم، وأن يخرج من ألسنتهم لوجه الله لا لأحد سواه، وأن تعلم أن الله سائلك عن كل حرف من القرآن هل قرأته لله أو لغير الله. فالله الله في مدح الناس وثنائهم، والله الله من كثرة الحضور، فوالله لا يغنون لك من الله شيئا. الله الله في أساس دينك من الإخلاص لوجه الله وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى. فالناس لا يقدمون ما أخر الله ولا يؤخرون ما قدم الله. وإذا أراد الله أن يخذل عبده صرف قلبه إلى الناس، وإذا أراد أن يسعده في الدنيا والآخرة بعلمه وبقرآنه جعل قلبه لله لا لأحد سواه. فهنيئا ثم هنيئا لمن قرأ كتاب الله قائما بين يديه يستشعر من قرارة قلبه أنه يناجي الله وأنه يصلي لله لا لأحد سواه. كذلك على حافظ القرآن أن يحرص إذا أمكن أن يقوم بالناس ويصلي التراويح لله لا للمال. فيا حفاظ القرآن صونوا كتاب الله، وليصن كل واحد منكم وجهه عن ذل السؤال لغير الله جل وعلا، فلا يستطعم بكتاب الله ولا يستأكل بكتاب الله، وعليه أن يشعر بعزة القرآن. ومن صان كتاب الله صانه الله في الدنيا والآخرة. فاستغنوا بالله يغنكم. وليحرص الإنسان على البعد عن التنافس والحرص على المساجد الغالية أو الطمع لأهل الثراء والغنى، فإن الله أغنى الأغنياء والله أكرم الكرماء، والله أوسع وأكرم من أن يخيبك إذا صليت لوجهه. ولو صليت بمسجد مغمور مطمور لا ينتبه لك أحد من الناس خير لك من أن تصلي ووراءك الأمم وأنت لا ترجو ما عند الله. فاتق الله في نفسك واتق الله في من وراءك، وإياك ثم إياك والتنغيم والتطريب والتكلف لأن الناس من ورائك. واعلم أنك تقرأ كتاب الله وتقرأ كلام الله الذي يجر إما إلى جنة وإما إلى نار والعياذ بالله. فأعظم ما في جوف الإنسان كلام الله جل جلاله،
فعلى الإمام أن يتق الله جل وعلا وأن ترعد فرائصه، وإذا أراد أن يدخل محرابه ومنبره ليس في رمضان بل في كل زمان، ولكن لأنها عمت البلوى. كذلك ينبغي على الناس أن يتقوا الله في الآئمة، أن يتقوا الله في أئمة المساجد من الكلام في بعضهم وغيبتهم والوقيع فيهم. علينا أن نتق الله وأن نعلم حقوق أهل القرآن علينا، وأن نقدرهم وأن نحبهم وأن نجلهم، وإذا صلوا بنا أتينا إليهم وسلمنا عليهم ودعونا لهم وترحمنا عليهم وسألناهم المعونة وأشعرناهم بقيمة ما هم فيه، فهذا من إكرام كتاب الله. فإذا أتيت وسلمت عليه وجزيته عن الإسلام والمسلمين خيرا فإن هذا يعين على طاعة الله ومرضات الله. فأوصي المسلم أن يكف لسانه عن المبالغة في الكلام في الأئمة وغيبتهم، وفلان يطول وفلان يقصر، فعلينا أن نتق الله في هذه الأمور كلها، وعلينا أن نصوم صياما يعلمنا كيف نصوم عن المحرمات، وأن نتقي الكلام في الناس وفي المؤمنين والمؤمنات. كذلك أيضا مما أوصي به تربية الأبناء والبنات خاصة من الصغر وتعويدهم على الصوم إذا كانوا يطيقون ذلك، وأما إذا كانوا لا يطيقون فلا يعذبون ولا يحملون ما لا يطيقون. وكذلك أوصي الأزواج أن يتقوا الله في زوجاتهم وأن لا يحملوهن ما لا يطيقون من كثرة الطبخ والنفخ وتحميلهم ما لا يطيقون، حتى إن المرأة تجهد في إطعام الضيوف ونحوهم. ولكن مع ذلك أوصي الزوجات بالصبر واحتساب الأجر، وأن تكون نيتهن خالصة من إدخال السرور على الزوج وإدخال السرور على القرابة. وأوصي كذلك بعزيمة الأرحام وصلتهم في رمضان من شهود الإفطار أو شهود السحور. وأفضل ما يكون تفطير الصائم إذا كان برا لوالدين، تدعو والدك أن يفطر عندك ووالدتك، أو بر صلة للرحم من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وآل كل والقرابات. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك إن كتبت لنا بلوغ رمضان أن تجعلنا خير عبادك عندك، وأن تجعل نصيبنا أوفر حظ ونصيب في كل رحمة تقسمها وفي كل مغفرة تكتبها. اللهم لا تحل بيننا وبين عفوك ومغفرتك بما كان من ذنوبنا. اللهم اجعلنا أسعد العباد فيه برا وطاعة وقربة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخذلنا بذنوبنا ولا بإساءتنا يا أرحم الراحمين، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.